واش بصح احمد عصير ما كيصومش في رمضان؟ احمد غنسولك واحد السؤال ربما محرج وربما امور كيطرى عليك. كتصوم رمضان السي احمد؟ هذا امور شخصيه يعني. خاصك قبل ما تسولني على رمضان سولني على المعتقد كاع بشكل عام، لان الامور مرتبطه. احمد عصير المفكر الذي لا يفكر. تخيلوا معايا اخوتي المغاربه ان احمد عصير دمر حياه شاب مغربي. دمر حياه شاب مغربي، وهذا الشيء غير مؤخرا. السي عصيد سيدنا ناضو دار واحد الفيديو دار اهانه للدين ديالنا. هذا الشاب هذا اللي هو طالب جامعي ناضو دار تعليق على هذا الفيديو هذا، ناضو علق ليه على هذا الفيديو هذا. والسي عصير على قبل هذا الكومونتير ديال هذا الشاب هذا دار دعوه قضائيه على هذا الدري هذا. اعتقلوا هذا الشاب هذا وحكموا عليه ب7 سنين ديال الحبس. اخوتي المغاربه، 7 سنوات سجنا نافذه على قبل الكومونتير، على قبل التعليق. هذا هو احمد عصير الذي يدعي اخلاق ويدعي انه عنده ضمير وانه انسان. وحاجه اخرى، احمد عصيد الذي يدعي انه يدافع عن الامازيغيه وانه كيدافع عن الامازيغيه وكيدافع على الهويه الامازيغيه. هذا احمد عصيد اخوتي الامازيغن هو اكبر واحد كيدير الاهانه والاحتقار للامازيغن، هو احمد عصيد. نعم، تخيلوا معايا اخوتي المغاربه انه احمد عصيد كيقدم واحد البرنامج على قناه تمازيغت اللي هو برنامج ديال اضواء على الامازيغيه. المشكله هو انه هذا البرنامج هذا كيقدمه باللغه العربيه الفصحى. تخيلوا معايا برنامج في قناه تمازيغت يقدم باللغه العربيه الفصحى. هذا هو السي عصير اللي كيدعي انه كيدافع على الامازيغيه، يقدم برنامج في قناه تمازيغت باللغه العربيه الفصحى. زعما ان الامازيغن ما واعيينش، ان الامازيغن مكلخين وما غاديش يفهموا بحال هاد البرامج هذا وما غاديش يتفرجوا بحال هاد البرامج هذا. لهذا خليونا نديروا هذا البرنامج باللغه العربيه الفصحى. هذا يعني انت تحتقر امازيغن وتهين امازيغن. نعم، هذا هو عصير. وانت اللي كتدعي انك تدافع على الامازيغيه وعلى الهويه وعلى تيفينا. انا كامازيغي باش غتنفعني هاد التيفينا غادي؟ باش غتنفعني هاد التيفينا وانا حقوقي مهضومه؟ نعم، الامازيغ يعيشون في الخيم ومعذبين ومكرفسين، ما عندهم لا ماء لا ضوء لا طريق. علاش ما كتدافعش على الامازيغ؟ لان فعلا كنتي بغيتي خير للامازيغيه وبغيتي خير للامازيغ، كنتي غتدافع على الحقوق ديال الامازيغ المهضومه، كنتي غتدافع على الحقوق ديال الامازيغ، لان الامازيغ هما اكثر الناس مكرفسين في هذه البلاد. هما الناس اللي عايشين في الاطلس والثلج ومكرفسين، هما الناس اللي مازال عايشين في الحوز في الخيام. شكون عايش في الاطلس ومكرفس ما عنده ضوء ما عنده طريق ما عنده والو ما عنده مدرسه؟ لك الامازيغ علاش ما كدويش عليهم؟ كدوي غير على الهويه وعلى الثقافه وعلى تيفينا؟ لا سيدي، دوي على امازيغ، دوي على الحقوق ديال الامازيغ المهضومه. كون كنتي فعلا بغيتي خير للامازيغ كنتي غتدوي على الحقوق ديالهم، كنتي غتكون عندك غيره على امازيغ. والناس اللي كيسولوا واش احمد عصير كيصوم في رمضان، احمد عصير لا يصوم في رمضان، وماشي انا اللي كنقول هادشي، هو اللي قالها، في الفيديو اللي شفتو في الاول. ملي سولوا هذاك السيد قال لي واش كتصوم، اش قال لي؟ قال لي انا عندي يعني ما يمكنش، يعني يجاوبوا بالله، يعني بدا كيتهرب ليه وجاوبوا بالله بطريقه غير مباشره. واحمد عصير هو وشي ناس بغاو يحولوا الدوله ديالنا من دوله اسلاميه الى دوله علمانيه. راه غير من الفيديوهات ديالو ومن الافكار ديالو كيدعي وبغى انه تحول الدوله ديالنا من دوله اسلاميه الى دوله علمانيه. هو دائما كيطالب باش يتحيد الفصل ديال منع الافطار العلني في رمضان، دائما وهذا دليل باللي انه هو براسو ما كيصومش، لانه كيطالب باش يتحيد هذا الفصل هذا من الدستور.